اهلا بيكم. النهارده في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض رز مكسيكي بالفاصوليا والخضار. اكله لذيذه كده وفيها كل حاجه محتاجينها، بروتين وخضار وكربوهيدرات، وكلها بتخلص في حله واحده وما بتاخدش وقت خالص. هنحتاج حوالي نص فلفلايه خضراء ونص فلفلايه حمراء مقطعينهم صغير قوي، وكمان بصلايه صغيره متقطعه صغير. معانا كوبايه من الفاصوليا اللي هي لونها اسود او ممكن الاحمر، ومعانا نص كوبايه من الذره الحلوه، معلقتين كبار من صلصة الطماطم، ومعانا توابل ملح وكمون، شوية من البابريكا وكركم وشطة وفلفل اسود. هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الكاتشب، وكمان فص ثوم مفروم ناعم. كمية الخضار دي كلها هنحط عليها كوباية واحدة من الرز. في الحلة بتاعتنا بعد ما تسخن حطينا معلقتين من زيت الزيتون، وهننزل بكل الخضار بتاعنا وهنقعد نقلب فيه على نار عالية لغاية ما الخضار يبتدي يدبل ويصفر شوية، وبعد كده ننزل بفص الثوم المفروم. هنقلب الثوم كده لغاية ما نبتدي نشم ريحة الثوم، وبعد كده هننزل بصلصة الطماطم ومعلقة الكاتشب. دي صلصة الطماطم زي اللي بنعملها للمكرونة، ومعلقة الكاتشب بتدي طعم حلو كمان. وهنبتدي ننزل بكل التوابل بتاعتنا لغاية ما نشم ريحتها كده طلعت، وننزل بالرز بتاعنا وبقية المكونات الفاصوليا والذرة، وهنقلب الرز مع الخضار مع كل حاجة كويس قوي. وبعد كده نبتدي نزود المية المغلية بتاعتنا علشان نسوي الرز، واول ما هيبتدي يغلي كده هنغطيه لغاية ما يتشرب المية بتاعته. وبعد كده نهدي النار ونسيبه حوالي تلت ساعة لغاية ما يستوي. كده الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين بقى جاهز. الرز بالطريقة دي طبعا مشهور قوي في المطاعم المكسيكي، ووجبة كاملة فيها كل حاجة محتاجينها. لو يوم مستعجلين وعايزين تعملوا أكلة سريعة كده جربوها وقولولي رأيكم، وأشوفكم في وصفة تانية. Thank you.